الدنيا مقلوبة في دمنهور وهتتقلب أكتر يوم 30 إبريل. طب إيه القصة؟ في طفل اسمه ياسين عمره 6 سنين اتعرض للتحرش الجنسي على مدار سنة كاملة في مدرسة لغات كبيرة ومشهورة في دمنهور. كان في موظف إداري في المدرسة، الموظف ده عنده 80 سنة، هو ده اللي تحرش بياسين لمدة عام كامل، وكان بمساعدة الدادة اللي كانت بتطلع الفصل تجيب ياسين بحاجة إنه يدخل الحمام، وكانت بتسلمه للمجرم ده وتقفل عليهم الباب أو في عربية في الجراج. ولما الموضوع وصل لمديرة المدرسة صهينت على الموضوع. القصة بدأت لما أم ياسين لاحظت إنه عنده مشكلة في الإخراج وعنده جروح في فتحة الشرج، وراحت كشفت عليه، اكتشفت إنه تم هتك عرضه بشكل مستمر، وده اللي أكده تقرير الطب الشرعي. راحت رفعت قضية، القضية اتحفظت 3 مرات، ومع إصرار المحامي تم تحويلها للجنايات، والجلسة يوم 30 إبريل. طبعا خلال الفترة دي اتعرضوا للتهديدات والابتزاز وكمان مغريات مادية، وكمان اتهددوا بتحويل القضية لفتنة طائفية لأن الموظف والدادة ومديرة المدرسة مسيحيين. وطبعا كلامنا ملوش أي علاقة ولا أي توجيه بأي نوع لإخواتنا المسيحيين. الأم كملت في القضية وتضامن معاها أولياء الأمور كلهم، لأنهم اكتشفوا إن في حالات تانية بس رافضين يتكلموا. الموضوع صعب قوي والحكاوي فيه توجع، والكلام اللي قاله الطفل يوجع القلب، إنه كان بيضربه ويهدده بالقتل. ده المجرم اللي تحرش بياسين، ودي مديرة المدرسة المحترمة اللي صهينت على الموضوع، ودي الناني المجرمة اللي كانت بتاخد ياسين من ايده وتسلمه للمجرم. اما دي بقى المس اللي في المدرسة اللي ياسين راح يشتكي لها وقال لها يا مس عايز اقولك حاجة. قالت له خير يا ياسين، في حد ضربك من زمايلك؟ قال لها لا، في عمه كبير قوي وتخين وعجوز واقرع ولابس نضارة، هو شكله مدير لأنه مش بيدينا في الكلاس، اسمه عمو ناصر. ماله ياسين يعني عملك ايه؟ الناني أخدتني من ايدي من الكلاس وقالت لي تعالى ادخل التويلت، مع اني ما كنتش عايز يا مس، بس هي أصرت تاخدني تدخلني مش عارف ليه، ودخلتني التويلت وعمو ناصر كان جوه، سلم عليا واخدني جوه، وهي سابتنا وطلعت بره، وهو قلعني البنطلون وطبعا حكى اللي عمله وشدلي شعري وقطعه في ايده وضربني جامد علشان ما صرخش، ضربني جامد قوي لحد ما رجعت من الضرب، وعمل حاجات انا مش فاهم هي ايه، بس انا كنت بتألم جامد قوي ومش عارف حتى اعيط لانه كان حاطط ايده على بقي. وبعد كده طلع وسابني مرمي، ودخلت الناني شطفتني ولبستني هدومي وغسلت لي وشي وقالت لي لو حكيت لبابا وماما اللي حصل عمو ناصر هيقتلهم. ولما سألته وانت عملت ايه يا ياسين؟ قال لها انا ما قلتش لحد، وكل يوم الناني كانت بتيجي تاخدني مرة على التويلت ومرة على الجراج اللي في المدرسة، وكنا بندخل عربية قديمة كلها تراب، وكانت تفضل الناني واقفة مستنياني علشان تاخدني على التويلت وتغسل لي وشي وتلبسني بنطلوني وترجعني الكلاس. الميس سألته حكيت لبابا وماما؟ قال لها لا، انا خفت ان عمو ناصر يقتلهم او يعمل فيهم زي ما بيقول لي. الميس قالت له، وده كان رد الميس، قالت له شاطر يا ياسين انك ما حكيتش لبابا وماما، انا هخلي الميس المديره تديك عصايه تضربه بيها وهخليه ما يعملش فيك كده تاني. وعد يا ميس، وعد يا ياسين. وبعدين المجرمه سكتت وسابت ياسين يتعرض لنفس الحادثه وما حاولتش حتى تساعده. انا مش لاقيه كلام اقول تاني غير ان انا اوصل لكم اللي حصل لياسين، وحسبي الله ونعم الوكيل في المجرمين دول، وحق ياسين لازم يرجع.